السلام عليكم. بصي، راجلي اول ما شاف العيش ده قال لي: ايه الكيكه اللي انت عاملاها دي؟ ده فعلا يا اخوانا ما كانش عيش طبيعي، والله كان ما شاء الله تبارك الله عامل زي الكيكه، ارتفاع وهشاشه ومن جوه عامل زي القطن. تعالي حنقول لك على التكه اللي تعمليها في العيش، حتطلع لك حاجه تاني خالص وحتدعي لي. لو انت اول مره تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. يلا حطي لي اللايك الزين والكومنت واشتركي ونوريني، ويلا بينا نبدأ. مبدئيا كده العيش ده هناخده فيه يومين نخبزه. يومين يعني تقعدي ما تقرريش فجأة لا أنا عايزة نعمل عيش شمسي فهتعمل عيش شمسي، لا نبدأ نجهزه من قبلها بيوم. يعني أنا خابزة بكرة، هنبدأ التجهيزات من النهاردة، ودي أول التجهيزات. أنا أبدأ نطلع الدقيق، كمية الدقيق اللي أنا عايزاها، ونبدأ نخلطها. المرحلة اللي أنا فيها دي أول مرحلة، وهي مرحلة شهيد الدقيق. اسمها الشهيد. أنا دلوقتي أنشهد الدقيق. يعني إيه أنشهد الدقيق؟ يعني أنجيب الغربال وأنا أبدأ بعد ما خلطت الكميات كلها على بعضها، أنا أبدأ إن غربلة، أنا أبدأ إن ننخلة، يعني زي ما تقولوا أنتوا، إحنا نقولوا نشهد الدقيق. بعد ما نشهدها كلها مع بعضها نبدأ نرجعها في المعونة التانية اللي كان فيها، ونفضي نفضي العجانية الكبيرة عشان هي دي اللي هنبدأ بيها. دي أول خطوة. تاني خطوة نجيب العقر اللي في الكيس الابيض ده، اسمه عقر. انا ابدا النقعه بحيث ان هو ينيخ ويبقى عجين. العقر ده عباره عن بقايا الخبزه اللي فاتت، وهنوريها لكم دلوقتي في الفيديو. هنخليها وننشفها وبعدين نحطها في كيس وندخلها الفريزر عشان تقعد للخبزه الجديده. من غيرها الرخفان مش هينفع، والعيش مش هينفع، وهيعسي وهيبوظ. يعني دي الاساس في الخبزه. هنبدا نحطها ونحطها في ميه من بدري كده، من العصر مثلا. نبدأ نحطها في مية ونحركها كويس ونغطيها على جنب بحيث ان هي تنيخ خالص، تبقى زي العجينة كده. تمام. العقر ده زي ما قلت لكم هو الخميره البلدي، هو الاساس. بصوا، لو ما تحطش عقر في العيش هيعسل وهيبوظ وهيبقى عمره قصير. سبحان الله، مش عارفه ايه الفكره والله، بس هي الفكره دي من العقر. دي تاني خطوه خلصناها. ثالث خطوه بقى العصيده. دي العجانية اللي أنا هنعجن فيها أو هنخبز فيها. أنا أبدأ نجيب أدي على حسب، يعني أنا عيش قليل مثلا فحطيت كد نص طبق، يعني كد نص طبق دقيق من الدقيق المخلط، وحطيت له الملح، شوية ملح، وهنبدأ نحط له مية مغلية من الكتل بتاع الشاي، نبدأ بقى إيه، إن نعصدها كويس خالص وننعمها كويس خالص. التكة اللي هتفرق معاكي، هاتي كد كيلو دقيق فينو حطيه على العيش. كيلو دقيق فينو حطيه على العيش وتفرجي على النتيجة. الدقيق الفينو هيخلي العيش ينفخ وعالي خالص، وهيخليه هش من جوه عامل زي القط. جربيها وهتشوفي هتفرق معاكي جدا يعني. المهم انا اديني خلصت عصيد ورحت حطيت لها ميه عشان تبرد، حطيت لها ميه متلجه. وجيت هنا بقى المرحله الرابعه، الخطوه الرابعه، ايوه، هنبدا الرب الخميره. الرب الخميره بايه؟ بالعقر ده. ادي العقر كده هو ناخ وتمام، وبقي زي العجينه، بقي طوري خالص، ما فيش تكتلات ناشفه ولا في اي حاجه. ودي الخميره انا مجهزاها، ورحت اشتريتها خميرة بيرة، اللي هي الخميرة العجينة مش الفورية. تمام. دي كتير عليا لاني انا عيش قليل زي ما قلت لكم، فهنبدا ناخد حته منيها، ناخد اقل من نصها يعني جزء منيها، وهنبدا نحطها مع العقر. يعني ادي ده العقر بعد ما تنقع، وادي حطيت عليه الخميره وعملتهم دوبتهم في بعض. وادي الدقيق المخلط هنحطه، يعني حطيت كده طبق ونص، وهنبدا نعجمهم. مش ضروري يتملك او كويس لان دي خميره يعني. زي ما قلت لك التكه اللي هتفرق معاكي، هاتي كيلو دقيق فينو من الدكان او من السوبر ماركت وحطيه على العيش، سواء كان هتستخدمي دقيق قمح او دقيق بلدي بتاع التموين او مخلط. انا مخلطه ده، انا ده حاطه دقيق قمح ودقيق بلدي، وحطيت كيلو فينو، بصراحه فرق معاه خالص. ادي جيت هنا الخميره بعد ما حطيتها، بعد ما خلصتها وعجنتها، جيت حطيتها فوق العصيده. بصوا، ما ضربتهاش في العصيده وما خلطتهاش بالعصيده، لا، حطيتها فوق العصيده من فوق كده، وحطيت لها شويه ميه بحيث ان هي تقعد طريه لحد الصبح، وغطيتها وقلت لها تصبحي على خير. جينا تاني يوم الصبح، ده خلصنا بقى يوم امبارح ده يوم التجهيزات. جينا النهارده تاني يوم الصبح، خلاص ادي الخميره خمرت وتمام وخدت وقتها. لازم تاخد وقتها، ما تاخدش اقل من 6 ساعات. الخميره لو خدت اقل من 6 ساعات العيش هيعسل. لازم الخميره بالعقر تقعد 6 ساعات، ولذلك احنا نعملوها من بالليل عشان تاخد وقتها خالص يعني. فجيت هنا بقى هنبدا تجهيزات العجين. بصوا الميه كانت هتقطع يعني احنا الميه مطلعه عيننا والله العظيم.
فجيت لحقت المية وأديني حطيت المية حطيتها على الخميرة بالعصيدة عشان نبدأ نحط الدقيق ونبدأ إيه مرحلة العجين. أروح ناخد شوية دقيق في طبق، أدي بصوا كده شوية دي يعني دي اسمها التدفول. التدفول دي اللي هنقطع بيها العيش، وهتشوفوني دلوقتي هنقطع بيها العيش ازاي. هنبدأ ناخدها ونحطها على جنب ونحط باقي العجين كله في العجانية، ونبدأ عاد ايه نعجن نخليها عجينة طرية خالص. دي المسة أنا وريتها لكم قبل كده، أنا ما عارفاش ايه ماهيتها والله ما عارفاها هي ايه، بس أول ما نروح نشتري نقول هات خميرة ومسة. فنجيبها ونحط نصها بالظبط نصها، نبدأ نحطها ندوبها في شوية مية ونحطها في العجين أنا ونعجن، يعني نخليها توصل للعجين كله. تمام. هنا عجنت وخلصت والعجينة بقت طرية وتمام، هتشوفوها دلوقتي. طلعت عاد فوق، نبدأ أول مرحلة. بصوا كم مرحلة والله العظيم قطع مصارين، بس ما نستغنوش عنها حبيبي ما نستغنوش. هنا أنتقرص المقارص، أنتقرص المقارص دي مش تعويذة، دي اسمها أنتقرص المقارص. دي مقارص اللي هنحط عليها العيش، وأنا كده أنتقرصها أنرشها كلها بالردة. وجيت هنا مرحلة القطيع، أديني أدي الدقيق اللي أنا حطيتها في الطبق، نتلافى العجين من العجينية نحطه في الدقيق ونطلع نحطه على المقارص. وأنا كان عيالي هنا يتلافوا مني ومقطعين مصاريني، وواحد منهم وقع الرغيف وكانت صبحيته، ولذلك أنا نعوز نصحى بدري نخبز ونجهز حالي وتمام ونخلص المراحل دي قبل ما هم يصحوا، لأني بصوا لما يصحوا أيعكوني، يعني أيعكوني عكة جامدة بصراحة. فجيت هنا ايه بقى قطعت العيش كله مره واحده، وكنت مشغله المروحه عشان وشه يكش شويه، وبعدين نبدا مرحله الدب. ادي كده انا ايه دبيته. ادي ده العقر، عقاب الدقيق اللي هيفيض هنحطه، ونبدا نفرك كل بقايا العجين اللي في العجانيه كلها، نفركها كويس خالص خالص، ونزودها دقيق وتبقى دقيق بعجين بقايا العجين. شوف سبحان الله. ونبدأ نحطها في طبق ونخليها تتهوى وتنشف، وبعدين نحطها في كيس في الفريزر ونجهزها للخبزة الجاية. لا من غيرها العيش ما ينفعش، يعني سبحان الله مش عارفة ايه الفكرة. المهم بعد ما خلصت ودبيت العيش ووشه انشف تحت المروحة، خدت حولتها حطيتها وين؟ حطيتها في الشمس، ونزلت شفت مصالحي، وبعدين طلعت تاني لقيته لازم يتضير، يعني هيبقى عالي، بدأ يخمر من ناحية ومن الناحية التانية لسه ده العيش المدور. فنبدأ نديره نحوله، يعني كده نعمل نحول فيه بحيث ان ايه يعلى كله قد بعضه، يبقى ارتفاعه كله. اول ما دخل في الخمور تمام رحت حطيتها في الضله تحت المروحه بحيث ان هو يبرد، يعني يقول لك العيش لازم يبرد شويه قبل ما تحطيه في الفرن عشان ما يهمتش جوه الفرن. جيت بعدين عدلت على الناحيه الثانيه، المرحلة الكاملة المرحلة 16. جيت عدلت على الناحية التانية بحيث خليت الردة من فوق والوش بتاعها من تحت، عشان ايه؟ عشان يبقى سهل عليا في اني لما نجي نرصه في الفرن، وعشان وشه يطرى شوية ويحمر في الفرن. يعني هي دي اللي انا نعرفه من مميزات اني انا نعدله قبل منه. ودي مرحله القريح اللي هي اخر مرحله قبل ما يدخل الفرن، الحمد لله بسلامتنا. نجيب دبوس ابره ونبدا نديره، نجرحه يعني نديره كله، نلف عليه كله كده بالايه بالدبوس. في ناس هتعمله بشوكة نخل، في ناس هتعمله بتاع بموس، ايا كان. يعني المهم ان انت هتبداي تديريه كله، تجرحيه كله كده في المرحله اللي قبل الاخيره. اول ما تكون خلاص انا مشغله الفرن دلوقتي والفرن سخنت خلاص، هنبدا نحط في الفرن على طول. فدي المرحله الاخيره او اللي قبل الاخيره قبل ما يتحط في الفرن، بحيث ان يعني ما ينفعش يقعد متجرح وقت، لاني هيبدا يسيح، هبدأ يطلع من جنابه ويسيح، لأن هو ما شاء الله خامر خالص. فلازم يتجرح في المرحلة دي، يعني في المرحلة الأخيرة اللي خلاص، يعني مجرد ما خلصت آخر رغيف قريح بدأت نحط في الفرن على طول. القريح ده يخلي العيش ياخد مركزه وياخد وضعه وما يتلكلكش جوه الفرن، يخلي الرغيف ايه كده ياخد وضعه. اخدتها كلها دخلتها عنده الفرن، وكانت الفرن سخنة تمام ومشغلة الدورين أنا عشان أرص العيش كلها مرة واحدة. لازم الفرن تبقى سخنة عشان تبدأ تنفخ الرغيف، ما ينفعش نحطها هي والفرن باردة، هتنصه والرغيف هيهمد وهتبقى حالته حال. تمام. ويعتمد على سرعتك، عاد لازم تبقى سريعه انت وترص العيش عشان ما تديش فرصه للفرن ان هي تبرد، لان هي مفتوحه للهواء. فجيت انا رصيت عبيت الدورين ما شاء الله بالعيش الخامر كله. ولو في رغيفين لسه مش خمرته كويس نقصته خمور، لا سايبيهم يعني. وبصوا هتتفرجوا اللهم بارك. وطي النار خالص وسيبيه لغايه ما يعلى لولا ما تفتحي. بصوا اللهم بارك ما شاء الله ارتفاع جميل، يعني عالي علو. السبب الفينو، خلي بالكم السبب الدقيق الفينو والله هو اللي فرق. اول ما حطيت كيلو دقيق فينو على الدقيق بتاعي، لا حسيت بفرق كبير بصراحه. وده لون جميل، وده ارتفاعه من جوا عامل
زي القطن زي ما قلت لكم. بصوا، اللي ما حطش لايك يحط، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وينورني، وسيبولي كومنت تدعولي فيه، والسلام عليكم.